بقالي اكتر من 10 سنين بعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، واخيرا اكتشفت انها حساسية البان. ولو انت زيي الحل هو بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكمل الفيديو ده للاخر. اول ما ياكل حاجه فيها لبن او منتجاته تبتدي تظهر الاعراض، ومهما يخس يلاقي لسه دايما عنده الغازات والانتفاخات. وعشان تتخلص من كل الاعراض دي الحل هو ابعد عن الالبان للاطفال وبس. الالبان فيها سم قاتل. لو بطلت اي منتجات للالبان كل مشاكلك هتتحل ومش هتحس باي مشاكل صحيه تانية. لو انت مصدق كل الكلام اللي اتقال ده احب اقولك انك محتاج تراجع نفسك شويه. اللبن بريء من كل الاتهامات دي، اللبن طيب وابن حلال، احنا اللي عملنا عليه تعديلات كتير جدا لحد ما بقى للاسف بيضر معدتنا. اي حد بيحس بمشاكل في الجهاز الهضمي بعد ما بيشرب اللبن دلوقتي بقى في حل كويس جدا. الالبان مش بس مصدر الكالسيوم، الالبان مصدر للبروتين ومصدر غني جدا بفيتامينات ومعادن ومهم جدا لصحتنا. والرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بشرب اللبن. كلامي دلوقتي لكل الحالات اللي كان طول عمرها بتشرب البان من غير اي مشكله وفجاه بقت الالبان بتتعبها والاعراض كلها بتظهر في الجهاز الهضمي. اما لو انت بتشرب منتجات الالبان وما عندكش اي مشكله معاها جو اهيد وكمل في منتجات الالبان مفيش منها اي مشكلة. اما لو انت حاله بتعاني من حساسيه البان من اول ما اتولدت الكلام برده مش كلامي النهارده لكل الحالات اللي بتعاني من عدم تحمل للاكتوز. النهارده هنروح مع بعض تور وهنشوف لونشنج لدواء جديد هيحل كل مشاكلك اللي بتحس بيها بعد ما بتشرب اي البان، وهنشوف فعلا الدواء ده هل هو فعال ولا هو برده هيطلع زي ادويه كتير جدا جربناها وطلع فيها مشكله. هنجرب الدواء مع بعض وهنقول راينا بعد ما نجربه، وكمان محضره لكم مفاجاه كويسه جدا. يلا بينا. مساء الخير، دلوقتي بكلمكم من قدام شركه راميدا. معانا النهارده دكتور ندى هتكلمنا عن برودكت كلنا كنا مستنيينه. اتفضلي يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. احنا الرامي لاكت اول انزيم لاكتيز موجود في السوق المصري، خفف معاناه كتير من المصريين اللي عندهم عدم تحمل هضم اللاكتوز او سكر الالبان. حالات كتير بقى بتيجي تقول لي تقريبا 70% من الحالات اللي بتجيلي تقول لي معقول انا طول عمري بشرب لبن، معقول فجاه كده ما بقتش بتحمله؟ هي ضبط الابحاث فعلا زي ما حضرتك بتقولي 68% من الشعب المصري عنده لاكتوز انتولرنس. بيظهر ايه هو اللاكتوز انتوليرانس اصلا؟ اللاكتوز انتوليرانس انت كان عندك انزيم بيهضم اللاكتوز، دلوقتي الانزيم ده حصل فيه نقص، فاحنا محتاجين ناخده من بره في صوره سبلمنت. دايما كنت ببعت الحالات بتاعتي يشتروه من بره. الرامي لاكت ده دكتور البيشنت بيجي حضرتك بتقولي التزايد والانتفاخات مع منتجات الالبان. اول ما ياكل حاجه فيها لبن او منتجاته تبتدي تظهر الاعراض، ومهما يخس يلاقي لسه دايما عنده الغازات والانتفاخات، وده بيجي حضرتك هو ده الانتوليرانس. ايه الفرق بين الحساسيه والانتوليرانس؟ الانتوليرانس دايما بيظهر في صوره اعراض جهاز هضمي، يعني بيظهر في صوره انتفاخات، غازات، اسهال او امساك شديد جدا، يعني اي حاجه ليها علاقه بالجهاز الهضمي دايما نشك دايما هو انتوليرانس. وللاسف تشخيص الحالات دي ما بيكونش سهل، لازم يكون متابعه جيده مع دكتور جهاز هضمي مع دكتور التغذيه. يا دكتور بنأكد ان الجرعه بتاعته قرص مع كل وجبه البيشنت هياخدها فيها لاكتوز. الستارت من سن كام بقى؟ من سن 12 سنه. ممتاز جدا، يعني من سن 12 سنه نقدر ناخده. طبعا ما فيهوش اي مشكله. بس اهم حاجه ناخده قبل الوجبه زي ما هي قالت لي، عشان كده هم النهارده عاملين لنا ايس كريم. هناكل ايس كريم بس بعد ما لو ناكل حسيتي بالاعراض يا دكتور لازم هطلع اقول اونست ريفيو. صح، هجرب واحنا متفقين معاك. واحنا اتفقنا. هنجرب. شفتي اضطرابات الجهاز الهضمي والدوخة اللي دايما بقت بتحصل لي بعد تناول اي كمية من الالبان ولو كانت صغيرة سببها نقص انزيم اللاكتيز، وعشان كده قررت النهاردة اجرب اخد الرامي لاكت لانه عبارة عن لاكتيز انزيم هيقوم بدوره بهضم اللاكتوز اللي موجود في اللبن. قررت قبل ما اخد كوباية ايس كريم، ودي اول مرة اعملها ان انا اكل اي منتجات البان وانا بره بيتي، اخد قرص من الرامي لاكت، وقررت بعد كده ان هو يكون صديقي دايما في